السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فقرة الشاي الأخضر. وطبعا أنا مش الحلقة دي مش حابب إن أنا أشرح لك إيه فقرة الشاي الأخضر غير لما أنت تتفرج على الحلقات اللي قبل كده. ولكن خلينا نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة. أنت هتفهم من الحلقة إحنا بنعمل إيه. معايا شاي أخضر عشان اسمها فقرة الشاي الأخضر، يعني واضحة سهلة وبسيطة. المهم، عاوزك عاوز من الحاجات اللي بتضايقني جدا، أو من الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى مديني القدرة على إدراكها، وهو إن الواحد يبطل ياخد قيمته من الناس اللي حواليه. لأن إنك ترضي كل الناس ده مش هينفع ومش هتقدر عليه، وكل الناس ليهم نظرة مختلفة. فما تفضلش طول الوقت مستني إن حد فلاني يرضى عنك أو يرضى عليك. كده كده مش هتتحقق، عمرك ما هتقدر إنك أنت تعمل حاجة زي كده. هتقولي طيب ماشي، بس أنا عاوز أرضي مثلا إن مديري في الشغل، عاوز أرضي صاحبي، ممكن تحاول انك انت تعمل حاجه زي كده، ولكن ما يبقاش ده هدفك. طيب، مش بقولك انك تمنعه، ولكن تحاول انك انت تكون عندك غنى بالله سبحانه وتعالى. تدعي ربنا انك انت تكون محبوب عند الناس، وانك انت الناس دي مبسوطه بيك. ولكن في نفس الوقت تحاول انك انت ما يبقاش ان انت لو الناس دي ما رضيتش عنك، او ما ادكش القيمة اللي انت عاوزها او احترامك لنفسك، يبقى انت خلاص كده ما بقتش شايف نفسك حاجة كويسة. لا، انت كده كده طول ما انت ما بتعمل كل حاجة بالحلال والحرام، فانت ليك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا ما بيضيعش تعب حد زي ما الناس ما بتعمل. فلو انت لقيت انك بتعمل ومفيش حاجة جاتلك، خلاص، مش مهم. الدنيا مش هتموت يعني. مش هتموت والدنيا مش هتخلص. فالفكرة انك انت الناس احترمتك عشان انت بتعمل حاجة كويسة، تمام، انت تستاهل ده. ما احترمتكش عشان انت هم مش عاوزين او هم بيقللوا من قيمتك، فانت كده كده انت واخد قيمتك من ربنا سبحانه وتعالى، وانت اصلا مش محتاج الناس في حاجة. انت مغتني عنهم، في غنى عنهم يعني. فاهمني؟ يعني ده النقطة اللي احنا حابين نتكلم فيها النهاردة. مش شرط انك انت ترضي مديرك في الشغل عشان ترضيه، اللي هو انا مستني يلا يا عم انا رضيتك اهو اديني بقى قيمتي. لا، انت كده كده كويس، تشتغل بشكل كويس. انت كده كده آه، يعني بتعامل صاحبك كويس، مش بتستغله. ففكرة ان هو عاملك كويس، يعني اداك قيمتك واهتم معاك بيك وكده، كويس. ما اهتمش بيك، هو ممكن ما يكونش يستاهلك اصلا. فما تخليش انك طول الوقت لازم ترضي الناس وبس. ده كان كلام ببساطة، ده اللي بيميز البرنامج عندنا. أتمنى إن أنت تكون الفكرة وصلت لك. متنساش لايك وشير وسبسكرايب لأخوك يحيى. والسلام عليكم ورحمة الله